في الفيديو ده هنتعلم مع بعض أساسيات الUV unwrapping وهتعرف إزاي تتعامل مع أي object أو أي منتج أنت بتعمله قدامك، إزاي تقطّعه لقطع صغيرة وتقسّمها تقسّم المنتج يعني أو الobject على الصورة والتصميم اللي أنت عامله، وهنتكلم في المشاكل اللي بتواجه المبتدئين وإزاي نعالجها، ونفهم أساسيات الUV وإزاي نتعامل مع الUV. ومن غير كلام كتير يالّا نبدأ. مبدئيًا الUV Unwrap هو عبارة عن إنك بتحوّل الobject ال3D لصورة 2D. يعني إيه؟ يعني مثلًا عندنا منتج بنعمل الهيكل بتاعه 3D، سواء هو علبة أو أسطوانة أو أيًا يكن، وبعد كده بنعمل label في التصميم اللي هيتحط أو اللي هيتغلف فيه الobject ده، وبنغلف فيه الobject ده، فهي عبارة عن عملية تحويل الobject ال3D لصورة 2D. طيب ده بيتم إزاي؟ خلّينا نتكلّم في الأول عن الbox ده، وده أسهل حاجة يتعمل له UV أو يتعمل له unwrap. في الطبيعي خالص أنت أول ما بتنزّل الكيوب وبتحُط عليه material، الunwrap بتاعه بيبقى عبارة عن كده، بيبقى متقسّم لوحده نفس الشكل اللي هو اللي إحنا شُفناه هنا ده، تمام؟ بس هو بيختار بشكل عشوائي، يعني مثلًا ده الcenter بتاعه، فهو بيختاره بشكل عشوائي، بيكون مثلًا ممكن يكون ده. تمام، وبيبدأ يعني أنا ما أعرفش فين الcenter بتاعه، هو blender بيختاره بشكل عشوائي كده ويحط عليه باقي و الfaces حواليه كده، تمام. طب لو أنا عايز أغيّر الشكل ده، بكل بساطة خالص أنا في عندي القايمة بتاعة الUV اللي هي قايمة الU، فلو أنا مثلًا عايز ده يبقى الcenter فهامسك ده أول وبعدين أحدد كل حاجة، هاتأكد إن ده الactive بتاعي، هاضغط U وهاقول له follow active quad بالشكل ده، فهو هيحوّل إن هيخلّي ده بقى الcenter بتاعي هنا، والحاجة الباقية أو الfaces الباقية ملفوفة حواليه. عايز أخلّي ده الcenter بتاعي، هامسك الpiece ده وهامسك كل حاجة، هاقول له you follow active quad كده خلاص. خلّيت ده بقى الcenter بتاعي. بعد كده عايز أعمل له rotate بالR، نفس الاختصارات اللي بتشتغل في ال3D view برضه بتشتغل عندنا هنا في الUV unwrap. ودي كده أسهل حاجة يعني دي يعني أسهل حاجة نقدر نعملها هنا. طيب في عندنا شوية اختيارات تانية عايزين نعرف عنها بقى، تمام. زي عندك مثلًا الsmart UV. الsmart UV ده أنا ممكن أستخدمه في حالة إيه؟ في حالة إن أنا عندي مثلًا صورة تانية، زي مثلًا أنا هاختار الmaterial دي، فهالاقيها بالشكل ده، وأنا مش هينفع معايا الشكل ده. أنا عايز إن مثلًا الlabel ده هاحطه على 2 pieces وليكن دول، والlabel ده هاحطه على 2 pieces وليكن دول، ده هيبقى الtop وده هيبقى الbottom أهو، تمام. فأنا عايز أعمل التقسيمة دي دلوقتي. طب أنا هاعمل التقسيمة دي إزاي؟ لو أنا مسكت أي face من دول هالاقي كل حاجة ملزوقة فيه، مش هاعرف إن أنا أحوّله أو آخُد ده مثلًا لوحده في حتّة وكده يعني. طيب في الحل ده أنا عندي حل بسيط خالص، أنا هاعتبر نفسي إن أنا مبتدئ خالص وهاقول له smart UV project. الsmart UV project ده بيعمل إيه؟ الsmart UV project ده لو أنا ما عملتش حاجة وعملت بس كده unwrap على smart UV، هتلاقيه هو قطّع لك الfaces كل face لوحده. على فكرة ما عادش في حاجة ملزوقة بحاجة، كل face بقى لوحده، وبيرصهم لك كده جنب بعض بشكل عشوائي على الصورة بتاعتك اللي هنا دي، تمام. أنت بقى براحتك بتبدأ إنك أنت يعني ده مثلًا الtop، فأنا هاخده أحط دي هنا كده، دي أهي. هنشوف مثلًا فين الbottom، هي دي، فهاخدها أحطها على الbottom هنا كده. هاخد مثلًا الاتنين pieces دول، بس طبعًا علشان أعدلهم بالدي كده، وهاخد الاتنين دول تقريبًا لازم نعمل لهم rotate كده، وبعدين هنلاقي إن الدنيا اتعكست معانا، فهناخد الاتنين دول. الموضوع رخم صح؟ الموضوع رخم ومُتعب وهياخد وقت، واخد وقت معانا زيادة ما لوش لازمة. طبعًا هو الsmart UV إحنا بنحتاجه في بعض الحاجات، يعني في بعض البروجكتات أو الصور بنحتاج إن إحنا نقطّعها smart UV ونبدأ إن إحنا نقسّمها براحتنا إحنا، تمام. طيب طبعًا ما ينفعش معانا هنا، هو ينفع ولكن هياخد وقت زي ما قُلنا، وإحنا أكيد في حلول أسرع من كده
فهنجرّب حاجة تانية. لو إحنا جرّبنا الcube مش ده cube، طب لو إحنا جرّبنا فكرة الcube project، الcube project ده بيعمل إيه؟ الcube project ده هو بياخد كل face وبيحطه ورا التاني على الصورة كلّها. يعني ببساطة اللي هنا بيكرّره لك هنا، بيكرّره هنا، بيكرّره هنا، وهكذا. تمام. وده بينفع في بعض الحاجات لو أنا عايز أكرّر النمط، باعمل نمط معيّن وعايز أكرّره في ال4 اتجاهات، فينفع معانا حاجة زي دي هنا. بس برضه مش ده اللي أنا عايزه. طيب أنا في عندي كمان حاجة تانية وأحيانًا بنشتغل بيها اللي هي project from view. يعني إيه project from view؟ يعني أنا مثلًا لو أنا باصص على الobject ده من هنا كده واخترت project from view، هتلاقيه هو خَد لك نفس الstyle أو نفس الشكل أو نفس الزاوية اللي أنت بتبُص على الobject منها كده، وحطّها لك هنا في ال الUV ده. تمام. على الصورة هنا كده. تمام. لو أنت بصيت من أي اتجاه وقُلت له project from view هتلاقيه بياخدها لك كده. أنت بقى تقدر تكبّر، تصغّر، تغيّر المكان، يعني زي ما تحب. أحيانًا ساعات بنستخدمها برضه. أنت على حسب، أنت عقلك اللي هيقول لك أنا هنا في الوضع ده محتاج إن أنا هاشتغل project from view. طيب برضه ده مش هينفع معانا أكيد هنا. اللي هينفع معانا هنا إن أنا هابدأ أقطّع بنَفْسي. يعني إيه أقطّع بنَفْسي؟ يعني زي ما أنت شايف هو هنا مقطّع الكرتونة، وليكن دي مثلًا ورقة عليها التصميم وهو مقطّعها بالشكل ده. فإحنا عايزين نعمل في الbox ده نقطّعه ويتفرد بالشكل ده، أو بالشكل اللي إحنا عايزينه بقى في الحالة دي، مش بالشكل ده بالضبط. هيبقى إحنا عايزين نفرده بحالة معيّنة. إيه هي الحالة المعيّنة؟ إن أنا عايز الاتنين faces دول يتفردوا ورقة لوحدها هنا، والاتنين pieces دول يتفردوا ورقة لوحدها هنا، وبعد كده اللي فوق دي تبقى لوحدها واللي تحت لوحدها، وكل واحدة هتاخد ناحية. طب أنا هاعمل ده إزاي؟ ببساطة خالص هاخد الحدود اللي أنا عايز أقطع منها. مثلًا عايز أقطع من دول، وكمان عايز أقطع من هنا كده. الاتنين دول لوحدهم، الاتنين دول لوحدهم، واللي فوق دي لوحدها، واللي تحت دي لوحدها، وهاقول له you، وهاقول له mark seam. mark seam ده يعني قطّعها لي بالطريقة أو بالنمط اللي أنا عامله هنا ده. بعد كده هاضغط A، وهاقول له unwrap minimum stretch. اللي هو عمله دلوقتي إن أنا لو مسكت الface اللي فوق ده هالاقيه لوحده، زي نفس الفكرة اللي كانت طالعة لنا لمّا كنا شغالين في الsmart UV unwrap. بس دلوقتي لو أنا مسكت الاتنين دول، وعلى فكرة لو أنا مسكت واحد بس هالاقيه ما ينفعش إن أنا آخده لوحده، هو قاطع لي الاتنين دول كأنهم ورقة واحدة. فهاخدهم مع بعض كده، هاعمل لهم rotate بالشكل ده، آخدهم هنا، هيطلّع لي الشكل اللي أنا عايزه هنا. تمام. نفس الحكاية الناحية التانية، هامسك دول أقول له rotate 90، هالاقيها معكوسة، فهاضطر إن أنا أعمل rotate 180 درجة علشان أعكسها بالشكل ده. على فكرة أحيانًا، ودي من بعض المشاكل اللي بتواجه المبتدئين مثلًا، إن أنا ممكن أعمل rotate. يعني أنا لقيتها بالمنظر ده وجيت أعمل rotate، فلمّا عملت rotate لقيتها برضه مقلوبة. بتبقى بسبب حاجة هنا بالشكل ده كده، بتبقى مقلوبة كده. تمام. دي هتقعد تلِف فيها تروح وتيجي، هتعمل rotate 180، ما فيش فايدة. آآ الحل في دي إيه؟ الحل في دي إنك أنت هتروح على قائمة الUV دي، تقول له mirror X axis أو Y axis لو هي مقلوبة الناحية التانية كده. فدي عندك مشكلة من اللي ممكن تواجهك، ودي حلّها بسيط خالص. طيب إحنا كل ده بنتكلم عن الcube، والcube زي ما قُلنا هو أسهل حاجة يتعمل له unwrap. تمام. ولكن لو إحنا خلّينا cylinder، لو خلّيناها cylinder وجينا حطينا نفس الmaterial، هنلاقي إن الوضع مختلف شوية، مش كتير. هو by default برضه بيبقى عاطيك ترتيبة، أو بيبقى عاطيك unwrap. تمام. بالشكل ده كده. بس برضه القطعة مش هتبقى من الناحية، يعني إحنا ما نعرفش هو قاطع منين. تمام. فما بتعرفش فين البداية وفين النهاية. طب افرض دي أنا عايز أحط عليها label وعايز أبُص لها من هنا يبقى ده نُص الlabel بالضبط. وليكن مثلًا خلّيني أقرّبها لك. لو أنا عايز إني
أبُص هنا كده ألاقي شايف الجملة دي مكتوبة قدّامي هنا، ففي الحالة دي أنا محتاج إن أنا أقطع من هنا، علشان يبقى نُص التصميم عندي ظاهر هنا، تمام؟ فهاروح هنا وهاروح فوق تحت وهاقول له you وmark scene. دلوقتي أنا لو عملت unwrap كده هتلاقيه في الأول عمل لك كده، ممكن بقى ناخد الface اللي فوق ده وبرضه نفس الفكرة، وهناخد دي L كده هنلاقيها معكوسة 180 وهي كده بقت بالشكل اللي إحنا عايزينه، طبعًا برضه سهلة خالص هنا، تمام، لسه ما وصلناش للمرحلة المعقدة يعني من الموضوع. طيب لو ده عبارة عن كورة UV sphere وعليها نفس الmaterial by default هتبقى برضه متوزعة بالشكل ده كده على الصورة. طب لو أنا عايز هو already عاطيني الشكل، بس لو أنا عندي حاجة مختلفة مثلًا محتاج إن من هنا لهنا يبقى واخد، هنقول دي ماركسين minimum stretch، طبعًا هتلاقي إن الدنيا باظت خالص، وهتلاقي عاطيك دي اسطوانة، اسطوانة كده. طبعًا اسطوانة بقيت أنا مش عارف خلاص أحط عليها حاجة، ليه؟ لإن أنا لازم أقطع من النُص كده من المكان اللي أنا عايزه برضه، وهاقول له mark scene، أصبح إن دي كده بقت ورقة مفرودة. هاقول له unwrap minimum stretch، هامسك دي وأبدأ إن أنا sorry أتحكم بيها أو أتحكم بيها زي ما أنا عايز كده، تمام. طيب اللي فوق بقت اسطوانة برضه، تمام، بس أنا مش عايز كده، أنا عايز مثلًا إن الجزء اللي فوق من أول هنا لحد هنا أقول له mark scene وهاقطع دول، وتحت لحد هنا برضه هاقول له mark scene وهاقطع من هنا لهنا كده، هامسك كل حاجة هاقول له unwrap minimum stretch، وهنبدأ إن إحنا برضه نوزّع الshell بتاعنا أو الisland بتاعتنا في الأماكن اللي إحنا عايزينها. وليكن كده، تمام. طيب بس هنا هالاقي عندي مشكلة، المشكلة يمكن مش باينة أوي هنا، ولكن ممكن تبقى باينة هنا أكتر، إن الكلام مش عادل طالع ونازل، تمام. هو أصلًا باين من هنا كده إن دول مش عادلين، يعني شايف دي، افرض أنا عايز حاجة هتبقى هنا مثلًا بالشكل ده، هتيجي تبُص تلاقيها مش عادلة في الآخر كده، تمام، وهتلاقي معاك حاجات مش كويسة أنت مش عايزها، تمام. طيب الحل إيه؟ الحل إن أنا أخلّي دي عِدلة، خلّينا دي يعني مش باين عليها أوي، خلّينا ناخد حاجة تكون باين عليها أوي زي دي مثلًا، تمام. الحل إن أنا عايز أعدل دي، طب هاعدل دي إزاي؟ ممكن أمسك دي كده وأقول له SX، طالما أنا ماسك edge واقف يبقى هاقول له SX 0، edge واقف هاقول له SX 0، edge نايم كده هاقول له SY 0، SY 0. أنا متأكد دلوقتي إن الزوايا عندي هنا 90، ده عِدِل، ده عِدِل، ده عِدِل، ده عِدِل، تمام. فهامسك دي وبعدين هاقول L، هاتأكد إن ده الactive بتاعي هتلاقيه منوّر عن الباقي شوية، هاقول له U وهاقول له follow active quad، لو أنا عملت كده هتلاقيه اتعدل معايا، تمام. طيب في طريقة تانية أسرع من كده، هي إنك هتمسك الL ده وهنروح لadd-on، الadd-on ده أنت هتنزّله اسمه UV square UV squares. الadd-on ده بعد ما تنزّله هاشيّره لكم، بعد ما تنزّله هتضغط على الadd-on طبعًا بعد ما
تنزّله عندك هنا على البرنامج من edit preferences، تروح على add-ons، تضغط هنا وتقول له install from disk وتنزّل الadd-on من عندك من على الجهاز. هتروح على القايمة دي وهتقول له هتختار الshell أو الisland اللي أنت عايز تضبطها، وهتقول له snap to access، هتلاقيها اتعدلت على طول معاك كده بمجرد ضغطة زر يعني. تمام. طيب أوكي، دي نقطة كمان. في طرق تانية بقى، أنا مثلًا لو أنا عايز إن هاخد دي وهاخد دي مثلًا وهاقول له view mark theme، بس في الحالة دي أنا مش عايز دول، هاشيل دي ودي ودي ودي، وهاقول له clear theme. أصبح إن دي ورقة لوحدها. لو أنا دلوقتي عملت minimum stretch كده، تعالَ دلوقتي نشوف الوضع عندنا عامل إزاي. أوكي، ده علشان الأسطوانة دي اتقطعت. بُص الشكل ده بسبب إن إحنا قطعنا من هنا view clear theme. دي برضه نشيلها view clear theme. تمام، عايزين نشيل دي كمان view clear theme. تبدأ إنك أنت توزّع القطعات بتاعتك على حسب ما أنت عايز. تمام. طب أعتقد برضه، بُص إحنا لو ضغطنا دلوقتي وعملنا minimum stretch كده، هتلاقي في على فكرة قطعات زيادة عندك. القطعات الزيادة عندك دي بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا already قاطعين من هنا وقاطعين من هنا، فدي ورقة واحدة بس هتيجي في النُص كده وهتلاقي في قطعة كمان، فأصبح إن دول قطعة لوحدها. بُص، قطعة لوحدها أهي. تمام. فهتشيل القطعة دي في يوسين، وبرضه هتلاقي إن دول مقطوعين. يعني بُص، خلّيني أضغط L هنا وأضغط L هنا، هتلاقي دي لوحدها ودي لوحدها، إحنا مش عايزين كده. ف you clear theme ليه؟ لإن دي already مقطوعة من هنا، فدي ورقة كاملة، إحنا عايزينها تتفرد بقى الورقة دي. تمام كده. برضه دي المفروض دي إنها مقطوعة وإحنا كنا قاطعينها أصلًا من ورا هنا، فهتلاقيها برضه مقطوعة لورقتين. فهنعمل هنا clear seam، هنضغط على كل حاجة ونقول له minimum stretch، هتلاقي إن الدنيا معاك بدأت توضح بشكل أكتر. هتلاقي عندك دي الأسطوانة اللي تحت، ودي الأسطوانة اللي فوق. تعالَ بقى نشوف الlabels اللي عندنا هنا دي. طيب، دي فين؟ لإن برضه في هنا أكتر من قطعة، المفروض إن إحنا كنا نشيل دي كمان ونشيل دي، فهتلاقي اللي في النص ده مقطّع على أكتر من مرّة. clear seam لإن already إحنا قاطعين من هنا ومن هنا وعايزين دي تكمّل معانا قطعة واحدة. طيب، هنعمل تاني minimum stretch وهنبدأ نشوف دي الجزء اللي هو هنا ده، وتعالَ أول ناخد دي ودي ودي ونقول له snap. خلاص هنتعامل بالadd-on ده. تمام. وهناخد دي، دي اللي تحت. تمام. بعد كده لسه عندنا اللي في النُص دي. فهتدّينا حاجة بالشكل ده. تمام. فطبعًا دي حاجة براحتك خالص في الموضوع ده. أنت في الحالة دي بتشوف أنت محتاج تعمل إيه، محتاج تنسّق الوضع إزاي. فاهمني؟ ممكن مثلًا دي تبقى كده.
بالشكل اللي إحنا عايزينه، وبتبدأ إنّك أنت تقسّم الobject بتاعك بالشكل اللي أنت عايزه بقى كده، يعني زي ما أنت عايز تمام، لو عملت دي shadow smooth هتبقى شكلها يعني مقبول كده تمام. طيب عايزين بقى نشوف حاجة أصعب شوية من كده، لو إحنا مثلًا جينا على الcars دي نعمل isolate كده، وتعالَ ندخل على الedit mode ونعمل نكبّر شوية كده علشان تبدأ تظهر معانا، وby default برضه هتلاقيها واخدة نفس الشكل تمام، كلّهم برضه متصلين ببعض، ليه؟ لإن إحنا لسه ما قطعناش أي حاجة تمام. طيب برضه براحتك خالص، ممكن مثلًا تمسك من هنا، أو لو إحنا عايزينها تبقى قطعة واحدة ملفوفة حوالين بعضها، يبقى هنمسك من هنا، وخُد بالك مش من هنا بس، أنت محتاج تقطع كمان، يعني أنا لو مسكت من جوّه بس كده وعملت له mark سين وبعدين قُمت قايل يالّا بينا أمّا نشتغل على كده، هتلاقيها عاطياك شكل أسطوانة، إحنا مش عايزين شكل الأسطوانة، لازم تقطع من النُص علشان يدّيك شكل الورقة المفرودة دي تمام، mark سين فأنا ما stretch هتلاقيها اتفردت معاك بالشكل ده تمام. طيب لو إحنا مش عاجبنا المنظر ده وعايزين إن إحنا نفردها، فنقول له snap. طبعًا الsnap دي مجرد أداة بتساعد، أنت كده أنا يعني عرّفتك في الأول إزاي بتعمل الsnap ده يدوي بإيدك، ودي مجرد أداة بتساعد بس تمام. وكده إحنا قطعناها حتة واحدة، تقدر بقى إنك أنت لو عايز توزّع، لو عايز مثلًا إنك أنت ده تقول له mark scene ده يبقى جزء لوحده، ومثلًا mark scene والباقي ده يبقى جزء لوحده، فأنت ممكن تعمل الكلام ده كله عادي خالص، ممكن تقول له snap. هتجيب مثلًا الجزء ده إحنا عايزين نحط ده هنا وليكن كده، ونبدأ نوزّع ده زي ما إحنا عايزين، وناخد حاجة بالشكل ده كده تمام، زي ما أنت عايز. أنا بس الفكرة كلّها إن أنا باورّيك تقدر تعمل إيه، تقدر تقطّع إزاي بالobject. أنت مثلًا لو عندك آآ خلّينا مثلًا ناخد اسطوانة بس نبدأ إن إحنا نغيّر فيها شوية، يعني مثلًا هنعمل كده، كده، وبعدين هناخد اللي فوق ده بقى عندنا مثلًا شكل زي ده كده. طيب الشكل ده لو أنا اديته الmaterial دي طبعًا هتلاقي الدنيا ضايعة فيه خالص كده، فتعالَ مع بعض نعمل له unwrap ونشوف ده ينفع نعمل له unwrap إزاي. ممكن تمسك كل حاجة كده وتقول له smart تجرّب تشوف إيه اللي هيحصل، هتلاقي اللي حصل إن هو قطّع لك، يعني مثلًا هو اعتبر إن ده خلّينا نشوفه جزء أهو مربّع تمام، هتلاقيه قطّع لك ده 4/4 كده، فين ده أهو، وهتلاقي ده برضه الجزء التالت، الرابع، تمام، هتلاقي ده الجزء اللي فوق أهو، هتلاقيه ماسكهم لك كإنه كيوب، اتعامل معاه على إنه كيوب وقطّع لك 4 أجزاء، وجاب لك دي على أساس إنها أسطوانة هنا، ودي كمان هتلاقيه حوّلها لك أسطوانة هنا، ودي face لوحده، وده face لوحده. ده الشكل اللي هو عمله لمّا إحنا قُلنا له smart تمام، كيوب هتلاقيه حَط لك زي ما إحنا برضه عارفين إن هو بيحط كل حاجة فوق بعضها على الصورة اللي عندنا تمام. طيب وبرضه على فكرة قطعها لك 4/4 اعتبرها كيوب، وقطعها لك 4/4 وبدأ إن هو يوزّعها. طيب إحنا بقى عايزين نشتغل إحنا بإيدينا، فإحنا هنعمل إيه، هناخد دي وهنقطع من هنا
عايزين دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي كمان لوحدها، تمام؟ طبعًا أنا باشتغل عشوائي، كل project أو كل object أو كل منتج أنت بتعمله بيبقى ليه التقطيعة بتاعته، فأنا باورّيك الطرق المختلفة اللي أنت بتقطّع بيها وهتقطّع إزاي وهتمشوا بناءً على إيه، تمام؟ فأنا هنا مثلًا هاقول له mark scene، بعد كده أنا عايز آخُد دي كده كلّها على بعضها ما عدا دي وما عدا دي، sorry ما عدا دي وما عدا دي كمان، وهاقول لك ليه دلوقتي. أنا بس عايز آخُد دي ودي وهاقطعهم، هاقول له مارك سين. دلوقتي أنا لو مسكت كل حاجة كده وقُلت له minimum stretch إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو قطع لي الاتنين label دول، دي ودي sorry دي ودي، تمام، قطعهم لي لوحدهم كده أهو، وجه عند دي عملها لك اسطوانة، دي عملها لك اسطوانة، دي هتلاقيها برضه اسطوانة، تمام، ودول الاتنين pieces اللي إحنا عارفينهم كده خلاص ماشي. خلّينا نخلص من دول، هاخد دي أحطها هنا أو هنا مثلًا، وهاخد اللي فوق دي وهاحطها هنا. ماشي، ولكن أنا مثلًا دي مش عايزها، يعني لو هي هتاخد لون بس، فأنا ممكن أدّيها لون بس من هنا وخلاص، دي نفس الحكاية لو هي لون بس هادّيها لون بس من أي حتة أهو، تمام، فهي آخدة لون بس وخلاص أوكي ما فيش مشكلة، خلّينا نعمل دي أوتوسموز تمام، بس لو أنا عايز هنا مش عايزها كده، ممكن إن أنا آخد واحدة كده وأقطع، أكمّل القطعة بتاعتي mark scene. طيب أنا دلوقتي مضبّط كل حاجة ودي بس اللي أنا عايز أغيّرها. فهاروح أعمل من جديد minimum unwrap minimum stretch وأبدأ تضبيط من جديد، لأ، أنا عندي حل أسهل، إن أنا هامسك الجزء ده بس وهاقول له minimum stretch فهالاقيه ضبطها لي، مش محتاج إن أنا إيه، إن أنا أبدأ من جديد يعني في كل حاجة، تمام، هاقول له snap علشان يعدلها لي. طبعًا دي في حالة إن أنا عايز ده ممكن أطبّق نفس الكلام على الباقي، يعني دي حاجة براحتك خالص، أنا زي ما قُلت لك باحاول إن أنا أورّيك الطرق المختلفة، ممكن إن أنا هنا أدّي له مثلًا نفس الجملة دي تبقى مكتوبة هنا، تمام، وأبدأ بقى إن أنا إيه، آخُد دول برضه it's arnab ودي كمان -90 -90 علشان تتضبط، تمام. نفس الفكرة أنت بتشتغل بيها على أي حاجة، يعني مهما كانت الحاجة دي معقّدة وفيها تفاصيل، أنت بتضبط الobject بتاعك زي ما أنت عايز. فدي كانت فكرة بسيطة إزاي تتعامل مع الUV ومع الأوبجكتات المختلفة، وممكن أبقى أعمل لكم فيديو مفصّل مثلًا إزاي عملنا العربية unwrap. هي ما فيش فيها على فكرة لو اشتغلت بنفس المبدأ وبنفس المنطق، هتشتغل على أي حاجة، عربية، طيارة، هتقدر إنّك أنت تقسّمها لأجزاء وتقسّمها على التصميم بتاعك اللي أنت يعني هتغلِّف فيه الobject بتاعك، فمش هيبقى فيها أي مشاكل خالص. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وكومنت علشان فعلًا بيساعد على نشر المحتوى، وما تنساش تعمل لي follow علشان يوصلك كل جديد. أشوفك في فيديو جديد، سلام.